لو بتفكري تفردي شعرك أو بتبحثي عن طريقة تكون فيها أمان لفرد شعرك أو تنعيمه، الفيديو ده يهمك. الحقيقة إن أغلب البنات لما بتيجي تفكر في طريقة لفرد الشعر بتبقى محتارة إنها تختار طريقة فيها أمان، طريقة ما تسببش أي آثار جانبية بعد كده. سواء بقى يعني أنا في الفيديو ده هتكلم عن الفرد سواء بالحرارة أو الفورمالين أو الأحماض. لما بيجوا يبحثوا عن طريقة لفرد الشعر مش بيبقوا عارفين ايه الطريقة اللي فيها امان او اللي ما تسببش اي اثار جانبية زي تساقط الشعر، زي الهيشان او الجفاف او اي تلف للشعر، وبيكونوا محتارين في انهم يختاروا المادة اللي فيها نسبة عالية من الامان. هنبدأ بأول حاجة بالنسبة لفرد الشعر. الحقيقة إن أنا ما بفضلش الفرد إلا في حالات معينة، زي إن إحنا ما نبقاش عارفين نتعامل مع الشعر مجعد جدا، الشعر اللي هو بيبقى كينكي أو كيرلي. مش بفضل الفرد غير للأنواع دي. لو الشعر ويفي أو مموج أو ناعم مش بفضل ليه غير إن إحنا نستعمل له روتين. وحتى أسوأ أنواع الشعر في التجاعيد بفضل ليها الروتين اللي هو بيكون عبارة عن استخدام شامبو وبلسم، وبعد كده بيجي التصفيف، وفي مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع نستخدم ديب كونديشنر اللي هو الترطيب العميق. اتكلمت عن الروتين ده في بعض الفيديوهات، ولكن أنا بتكلم ان الروتين انا بفضله في الاول، وبعد كده لو لجأنا هقول لكم برضو في اخر الفيديو ايه انواع الفرد اللي فيها امان. بيجي بعد الروتين ان احنا ممكن نستخدم الطرق الفرد عن طريق الحرارة سواء البيبليس او الاستشوار، ولكن اذا استخدمنا الانواع دي تبقى على فترات متباعدة. كمان بنستخدم سيرم عشان يعمل حماية أو تغليف للشعراية. الشعر ده يا جماعة السيرم بيغلفه، بيعمل طبقة حماية، فبالتالي لما بنستخدم بقى البيبليس أو الاستشوار بيبقى الشعراية كده متغلفة، فبنقلل الدمج أو التأثير الجانبي اللي بيبقى على الحرارة. نيجي بعد كده لطرق الفرد، وده قلناها للشعر المجعد جدا أو اللي مش عارفين نتعامل معاه. بقى في ناس بتوصل ان بيبقى عندها مشاكل نفسية، بيسبب مشاكل أسرية للبنات، بنات داخلة على جواز وعايزة تعمل ستايلنج لشعرها. الحقيقة ان اغلب الانواع اللي موجودة في السوق بيبقى فيها الفورمالين، وده مادة قاسية جدا على الشعر، سواء بقى الكيراتين، الكافيار، الفيلر، كل سواء البروتين، كل الانواع اللي بتتقال دي هي فيها فورمالين. احنا في الاول يعني كان اول نوع موجود البروتين والكيراتين، والحقيقة انه المشكلة مش ان فيهم بروتين او كيراتين، المشكلة ان النوعين دول فيهم بروتين او كيراتين ومع ذلك معاهم فورمالين. طب ليه بيحطوا فورمالين؟ البروتين او الكيراتين ده عشان يدخل الشعراية لازم يكون جزيئاته صغيرة جدا، والانواع اللي موجودة في السوق التقليدية او الانواع المنتشرة التجارية او اللي بتتعمل بنقول تحت بير السلم دي بيكون جزيئاتها كبيرة، فبيضطروا ان هم يحطوا فورمالين عشان يكسر روابط الشعراية، ومن هنا يدخل البروتين او الكيراتين. وعيب الطريقة دي ان بيكون ليها اثار جانبية زي التساقط او الهيشان او القشرة. اكيد الناس اللي جربت الفرد بالطرق دي هي عارفة الاثار الجانبية. طيب يعني هل احنا ما نفردش شعرنا يا دكتور؟ لا طبعا، من حقك ان انت تفردي شعرك، ولكن اذا لجأنا للفرد نعمل فرد بالاحماض. طيب ايه فرق الفرد بالاحماض عن الفرد بالفورمالين او الكيراتين او الانواع دي؟ الفرد بالاحماض ده بيكون الاحماض اللي هي البروتين او بروتين الصويا او بروتين القمح، بيكون جزيئاتها صغيرة جدا، وبالتالي الميكانيزم او الشغل بتاعها مختلف عن انواع الفرد بالفورمالين. هي طريقة بيتغلب فيها الشعراية، بتديها طبقة من النعومة. ما بنحتاجش في الحالة دي للفورمالين ان احنا نكسر روابط الشعراية، بالتالي هي اكبر طريقة فيها امان، ولكن هي اغلى من الانواع التانية. ببساطة جدا يا جماعة، يعني
محدش يقنعني ان الفرد البروتين والكراتين والانواع اللي هي فيها جلسات ب 700 جنيه و1000 جنيه وال 2000 جنيه والحاجات دي عمر ما يكون فيها فرد احماض اللي انا بتكلم عنه. طيب، نيجي بعد كده، ليه فرد الاحماض غالي؟ لان قلنا الميكانيزم بتاعه مختلف عن الفورمالين، هو زيرو فورمالين. الأحماض دي بتكون جزيئاتها صغيرة جدا 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 لدرجة إنها بتعمل اختراق للشعراية، ومع الفرد ومع استخدام البيبيليس أثناء الجلسة البروتينات دي بتدخل الشعراية. طيب هيجي سؤال، هل فرد الأحماض ده ملهوش ضرر؟ الحقيقة إنه في ضرر، ولكن مش من الفرد نفسه. اتكلمت في اول الفيديو قلت انه استخدام الحرارة بيبقى مضر للشعر، فهنا احنا عشان نعمل فرد للشعر بالاحماض لازم بنستخدم الحرارة او البيبيليس او الاستشوار، يعني بنستخدم البيبيليس في الفرد، فده بيكون ضرر على الشعراية، ومن هنا بتيجي الضرر في طريقة فرد الاحماض، فهو مش من الفرد نفسه ولكن من الحرارة. الفرد بالأحماض ده يعتبر أقل الأنواع ضرر بأعلى درجة فرد ممكنة. هو الفرد بتاعه لو الشعر كيرلي أو كينكي بيبقى من 80 إلى 85%، ما بيبقاش 100% بصراحة زي باقي الأنواع. ولو الشعر بيبقى ناعم بيوصل نتيجة الفرد بتاعته من 90 ل 95%، وده طبيعي لان احنا بنستخدم مادة طبيعية للشعر هي زي البروتينات اللي بتبقى موجودة في الشعرية. تابعوني في الفيديوهات الجاية، هتكلم عن مشاكل الشعر والصبغات وكل ما يخص اضرار الشعر وعلاجها، هتستفيدوا. ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوه في التعليقات.